بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعينا عبر البث المباشر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شوط المباراة الثاني بين فريقي وادي النيل وفريق نادي الأقصر الرياضي هنا من ملعب مركز شباب الحصاية في إطار مباريات دوري الدرجة الثالثة مجموعة الصعيد. تقبلوا تحياتي محدثكم عمرو الصاوي، حيث ألتقي مع حضراتكم هنا في هذه التغطية الحية التي ننقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة هنا من زهرة الجنوب، بالتحديد هنا من محافظة أسوان. سيدتي وسادتي، انتهى شوط المباراة الأول بتقدم فريق وادي النيل بهدفين مقابل هدف واحد. تقدم ياسين زكريا في الدقيقة 13 وأدرك التعزيز مصطفى عبد العاطي في الدقيقة 27، ولكن زياد سيد علي كان له رأي آخر في شوط المباراة الأول قبل نهايته في الدقيقة 40. أدرك هدفا لنادي الأقصر الرياضي. ضربة ركنية لصالح فريق نادي الأقصر الرياضي الآن، ونحن هنا في بداية شوط المباراة الثاني، وهنشوف آخر الأنباء التي أتت إلينا هناك من أبو الريش في مباراة أبو الريش مع التحرير. الأنباء تضاربت ما بين تقدم أبو الريش وتعادل الفريقين، ولكن هنأكد لحضراتكم بإذن الله. كابتن حازم عبد الله اللي متواجد تحتينا كده في المقصورة الرئيسية، وأيضا المدير الفني لفريق وادي النيل. طاقم حكام تشوف الكورة دي بس كده لقدام هناك، ولكن بتطلع فوق العارضة. فريق الأقصر يبدو أن هناك دشا باردا من كابتن عصام حسن ما بين شوطي المباراة. على أثرها فريق الأقصر نازل ضاغط بكامل خطوطه في بداية شوط المباراة الثانية هنا، ونحن متواجدين زي ما قلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة من داخل ملعب الحصاية. هنا حضراتكم ضربة حرة بتاع الكورة قدام، المساعد بيمشيها مع مختار عبد العال. بتطلع الكورة رمي التماس. الأقصر بيضغط بكامل خطوطه. رقم 13 علي حفظي الباك اليمين بيسندها عند رقم 8 سعد. كلا الفريقين لن يجري أي تغييرات على المباراة حتى الآن. وادي النيل بيلعب بمروان ممدوح لحراسة المرمى، قدامه سيد مصطفى كابتن الفريق صاحب الانذار الوحيد في اللقاء رقم 14 حذيفة 24 محمود زكريا رقم 18 رقم 18، وبيلعب جنبه أحمد سيد محمود، وشوطة حلوة ولكن بتطلع الكرة ضربة ركنية. الأقصر يكشر على أنيابه، الأقصر مكشرا على أنيابه في شوط المباراة الثاني، لكن هنشوف مدي ايه. أدى ضربة مرمى، مدي ضربة مرمى، أدى ضربة مرمى، مدي ضربة مرمى.
حكم هذا اللقاء محمد رمضان حكما للساحة، معاه مختار عبد العال مساعد رقم 1، مساعد رقم 2 عبد الله اسماعيل، مراقب المسابقات كابتن محمد نادي رئيس لجنة مسابقات أسوان هو مراقب هذه المباراة. تروح الكورة قدامنا هنا عند تطلع الكورة رمي التماس لنادي الأقصر، لنادي الأقصر بيلعبوها على الباك اليمين ما بين أحمد البس ومحمد مرسي، ما بين أحمد البس وأحمد مرسي. دكة بدلاء نادي الأقصر النهارده القرموطي حراسة المرمى محمد موسى 24، وإبراهيم رمضان رقم 19، محمد عز بهتان 28، أحمد مصطفى 12، ومحمد شحاتة رقم 5، ومحمد صلاح كونو رقم 3، وحسام حسن 18، ومحمد حفني. هل يكون الورقة الأقرب ورقة القادمة هي حسام حسن؟ هنشوف كده اللي هيدفع بيها كابتن عصام محسن. هل تكون حسام حسن؟ زياد اللي تلعب الكرة قدام عند رقم 8 سعد تعدت الكرة لقدام هناك، سعد زياد كان في الاوفسايد رجع لورا كده، سعد بيعدي ويفوت هناك، بتطلع الكرة عند زياد، هيعدي ويفوت النجم الكبير ولكن تطلع الكرة عند بغدادي، ضربة حرة رمي التماس. لسه مبتدئين 5 دقائق بالتمام والكمال من شوط المباراة الثاني، والنتيجة تقدم وادي النيل أصحاب الزي الأزرق بهدفين مقابل هدف واحد في شوط المباراة الأول لمتتبعين عبر البث المباشر. لسه 5 دقائق من شوط المباراة الثاني وما زالت النتيجة 2-1 لصالح فريق نادي وادي النيل. لسه اتلعبت الكورة لقدام هناك في ايد الحارس مروان ممدوح حارس وادي النيل. يعني دوري الدرجة الثالثة ملتهب بصعيد مصر. اتلعبت الكورة على الصدر كده رقم 13 علي حفظي بتستند عنده، بيسندها قدامنا هنا وبياخدها الكرة، بياخدها ويروح علي حفظي سندها عند اسلام، عملها حلوه هناك عند زياد، عدت هربت طولت راحت رايه المساعد مختار عبد العال، بتقول طلعت الكرة رمي التماس، بيقول ضربة مرمى. محمد رمضان بيتكلم مع محمد رمضان كده بيتكلم مع المساعد، بيتكلم مع حارس المرمى. لعبت الكرة على دائرة منتصف الملعب، ولكن تأسي كده ان الاقصر ضاغط وعاوز يخلص. تروح الكرة لقدام هناك عند نادي الاقصر هناك، ولكن مدافعين وادي النيل اصبحوا لهم الكلمة العليا حتى الان في اللقاء. كما تتابعون الاقصر بيضغط من بداية الشوط الثاني، ما شفناش كريم حسين حارس المرمى، ما شفناش كريم حسين ما شفناهوش في شوط المباراة الثاني حتى الآن. ضربة ركنية لصالح فريق نادي الأقصر بالبوكس، بيطلعها مروان ممدوح، بيطلع الكرة بالبوكس. تروح نادي الأقصر بيضغط 33 اللي أحمد البس قدام، بيسندوها لقدام هناك عند رقم 13 وبيرجعها لحارس مرمى، بيرجعها السيد مصطفى حذيفة عزت بيطالب بيرجع الكرة لحارس مرمى مروان ممدوح. لعبت الكرة قدام ولكن دخل سعد واحمد عكاشة جنبه، بتروح الكرة عند محمد فرج الباك الشمال، تطلع رمي التماس لصالح فريق نادي وادي النيل. لعبوها الكريم بغدادي قدام، اتسندت هناك عند اسلام عادل هتعدي ولا هتفوت؟ قطعت منه، شكرا اللي اتقطعت قدام منه، اتقطعت ولكن ضربة حرة مباشرة على الخط
شكرا جزيلا للنجم الكبير شحات عبد الرحيم نجم فريق الأقصر ومركز شباب الضمان، متابعا على البث الحي المباشر على الهواء مباشرة. دخل معنا النجم الكبير، أهلا ومرحبا. احنا متواجدين داخل زهرة الجنوب بمحافظة أسوان. يا ريت حد يبلغنا على أخبار أسوان إيه في الدوري الممتاز مع البنك الأهلي. البنك الأهلي عاوزين نشوف أسوان إيه أخبار النتيجة. كان أرسنال متقدم في لعبة الكرة قدام العارضة تنضم لحزب المعارضة وتمنع الهدف الثاني للأقصر. العارضة تنضم لحزب المعارضة وتمنع الهدف الثاني للأقصر. يعني كورة في العارضة هربت طولت راحت بره. ده اللي قدامنا كابتن حازم عبد الله، يعني ده المدرب العام اللي كان متواجد مع كابتن عماد النحاس نجم أسوان الكبير. في تغيير بيجهز أسوان، هيجري التغيير الأول. كابتن حازم عبد الله دلوقتي بدأ يحرك الدكة كده ونادى على الإداري محمد عبد العزيز وقال له هنجهز. يعني 2-1 لوادي النيل النتيجة حتى الآن زي ما ذكر لنا يوسف هشام بيقول لنا. ويعني النتيجة حتى الآن والنتيجة 1-0 للبنك الأهلي على أسوان. البنك الأهلي متقدم بهدف على أسوان. دكة البدلاء بتتحرك بالقميص رقم 9. القميص رقم 9 محمد أحمد عبده. محمد أحمد عبده يعني شوف 27 إسلام، ولكن خبطت هربت طولت راحت بتطلع الكرة فين؟ أدى أوفسايد. مدي اوفسايد. المساعد رقم واحد مختار عبد العال رافع الناحيه الثانيه بيقول اوفسايد. وفي تغيير رقم 9 خروج رقم 9 نازل. هيدفع بمحمد احمد عبده. هو اللي نازل. هنشوف مكان مين. محمد احمد هيطلع ياسين. محمد عبده رقم 9. والحكم أصر على إنه يطلع من الناحية الثانية. محمد رمضان طلعه من الناحية الثانية. بيغير احد ثلاثي الهجوم اللي بيدفع يتلعب الكوره لقدام هناك بتروح عند الحارس كريم حسين لعبها للباك الشمال بتاعه محمد فرج سندها الناحيه الثانيه. كرة ما زالت في منتصف الملعب ما بين محمد مرسي وبين البس، لكن 14 كريم رقم سيد مصطفى بيطلع الكرة. رمي التماس لفريق نادي الأقصر. بتروح الكرة هناك عند رقم 13 علي حفظي عمل حتة تشميسة كده على طريقة حسين الشحات حمدي النجاز في مباراة الزمالك والأهلي. علي حفظي الباك اليمين ده اتلعبت الكرة لقدام بتروح هناك لقدامه سلامات اتلعبت الكرة لقدام بهي هناك بتقطعت الكرة بتروح الكرة هناك عند لاعب نادي الأقصر. تروح الكرة ضربة حرة مباشرة على نادي الأقصر. كابتن أسامة عبد الراضي النجم الكبير عبد الراضي النجم الكبير متواجد من خلفي عضو مجلس إدارة نائب رئيس النادي عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس النادي متواجد النجم الكبير كابتن أسامة عبد الراضي يعني نجم الأقصر الكبير متواجدا من خلفي يعني الراجل وبيدي تعليمات للفريق يعني متواجد من خلفنا النجم الكبير. النتيجة حتى الآن
مكاريوس مشهد نجم الفريق ونجم الأقصر، نجم نادي الأقصر الرياضي اللي هو يعني خرج للإصابة كده ومتواجد بيتابع معانا اللايف. النتيجة الدقيقة 13 من شوط المباراة الثاني والدقيقة الثالثة عشر، هو النتيجة حتى الآن تقدم فريق وادي النيل بهدفين. يعني 2-1 لوادي النيل حتى الآن، 2-1 النتيجة لصالح وادي النيل كما تتابعون. إصابة للاعب مؤمن ربيع، وطالع معاه الدكتور كده زي ما انتم شايفين، طالع لبره. الكرة لقدام هناك، ولكن تحس ان الاقصر مهاجمة في شوط المباراة الثاني. في شوط المباراة الثاني الاقصر مهاجمة بكل خطوطها، الاقصر بتهاجم بكل خطوطها على امل ادراك ان يكون هدف التعادل، وبعد كده يعني يقول لك ربنا يسهل واحدة واحدة. بتروح الكرة لقدام هناك عند الحارس كريم حسين. كريم حسين مش عايزين نقصوا عليه، ولكن هنا الدكتور محمد جمال، الدكتور محمد محمود مع اللاعب مؤمن، وبيجري الاسعافات الاوليه زي ما انتم شايفين حضراتكم كده بين الدكتور يعني وادي الدكتور وادي مؤمن بيجري له بعض الاسعافات الاوليه هنا داخل ارضيه الملعب. رقم 35 مؤمن ربيع. حاج يوسف عبد الغني المصري يعني على الهواء مباشرة، شرف عظيم ليه. لعبت الكرة قدام هناك، هتعدي هناك، لعبت الكرة بالعرض هناك، ولكن فوق العرضة، لكن مدي ايه ادى ضربة ركنية. احمد يوسف يعني كلام كبير كاتبه كده، واحنا يعني بنتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع الكل. يعني ما زال الكابتن محمد رمضان اطمن كده على مؤمن ورجع تاني. كابتن محمد رمضان اطمن على مؤمن ورجع تاني كده. حكم هذا اللقاء اتلعبت الكرة لقدام، ولكن بتروح الكرة، ولكن مؤمن بيطلع الكرة اللي فاتت. الأقصر ما زال يضغط داخل منتصف على 18. اتلعبت الكرة لقدام هناك عند نادي الأقصر، هيلعبوا على الكونتر أتاك، ولكن بتروح للحارس كريم حسين. يلعبوا على الكونتر اتاك وربنا يسترها كده. يعني تروح الكوره قدام عندي سعد رقم 14 كريم بغدادي تعدي ولا تفوت، سندها كريم جاي راجع من بره، ما كانش في الاوفسايد. اتلعبت الكوره بالعرض دخلت 18 هناك، ولكن من القلب بيطلعها حذيفه عزت. كده الضغط فريق وادي النيل اصبح في نص ملعبه، بيلعب في منتصف الملعب. فريق نادي يعني وادي النيل. الأقصر بتلعب بيضغط بكامل خطوطه كله هناك داخل هناك، ولكن بيطلع من القلب سيد مصطفى صاحب الازهار ضربة حرة مباشرة لصالح وادي النيل من قدام ال 18 بتاعتهم حتى الآن. يعني بنشكر كل متتبعينا عبر البث المباشر. كابتن احمد سيد قال لنا ان الارسنال متقدم ب3 أهداف مقابل هدف واحد على ليستر سيتي. الارسنال متقدم ب3 أهداف على ليستر سيتي. لعبت الكوره من ورا لقدام، بتروح في ايد الحارس اللي ورايا ده نصر الله المحطاوي. التحرير كان يا كابتن عمرو. هنشوف دلوقتي النتيجة لمتتبعينا عبر البث المباشر. وهناك فريق الدرجة الثالثة متواجد. يعني احنا بنحاول نشوف النتيجة ان شاء الله
التحرير هنشوف التحرير مع ابو الريش ان شاء الله يوفونا بالنتيجه دلوقتي ان شاء الله. كابتن عصام محيسن تحتينا كده وكابتن حازم عبد الله الاثنين واقفين على الخط. حازم عبد الله يقول لك لسه بدري الوقت يعني بيمر صعب شويه. تروح الكوره هناك عند فريق نادي الاقصر ما عدتش اتقطعت راحت تاني بتروح عند رقم 13 بيعمل الكوره الارضيه العرضيه البرازيليه هناك داخل ال 18 داخل ال 18 ولكن عاشها المساعد جنبه هناك المساعد. تقدم ابو الريش متقدم على التحرير بهدف. ابو الريش متقدم على التحرير بهدف. ابو الريش متقدم على التحرير بهدف. يعني الكرة اتلعبت لقدام هناك ولكن فريق وادي النيل بدأ يضغط كده شوية داخل نص ملعبه. داخل نص ملعبه مضغوط فريق بيطلع من فوق كده رقم 13 بتروح الكرة قدام عند فريق نادي الاقصر. تحس كده ان الاقصر هي اللي ماسكه يعني الكوره ماسكين الكوره فريق نادي الاقصر اكثر من فريق نادي الاقصر هم اللي يعني مضغوطين. واتلعبت الكوره بالعرض هناك ولكن بتطلع من القلب بتطلعوها من القلب. شكرا جزيلا لفريق ميديا الدرجه الثالثه المتواجدين في ملعب التحرير بملعب ابو الريش هناك في ملعب ابو الريش. يعني قالوا لنا ان النتيجه تقدم ابو الريش بهدف على التحرير. هل نتائج اليوم تخدم نادي المدينة؟ هل تقدم مكاريوس نشأت بيقول لك لسه الأماني ممكن؟ لاعب نادي الأقصر مكاريوس نشأت. بتروح الكورة لقدام هناك كما تتابعونها 27 إسلام سند هناك ولكن من القلب بيطلع. تطلع الكورة عند بهي الدين سندها الناحية الثانية عند محمد علي عدت هربت طولت راح هناك الكرة بتطلع تطلع الكرة مادة طلعت رمية تماس لصالح وادي النيل ولا ضربة ركنية هنشوف. الكورة رمي التماس اتلعبت قدام هناك بتطلع الكورة هناك. شكرا جزيلا لميديا الممتاز الدرجة الثالثة. يعني صفحة جميلة جدا وشرفنا اليوم بدخولها على البث المباشر معنا على الهواء مباشرة. شكرا. التحرير الآن يعني أبو الريش متقدم بهدف على التحرير في ملعب أبو الريش. دي النتيجة اللي جات لنا الآن على الهواء مباشرة واحنا متواجدين مع حضراتكم. تروح الكورة هناك لنادي الأقصر هناك ولكن مدافعين لعبت الكورة هناك المدافعين أصحاب الكلمة العليا في اللقاء حتى الآن. إسلام أحمد فهمي كل الأمنيات طيب كله بيتمنى تروح كورة هناك وكانت بتطلع فوق العرضة سندها كده وعملها ولكن الكورة بتطلع فوق العرضة. ضربة مرمى لصالح نادي وادي النيل بتتلعب على دائرة المنتصف هنا ولكن بيطلع محمد مرسي وبيطلع الكرة لقدام هناك عند في القميص رقم 33 محمد مصطفى بيجهز في وادي النيل.
محمد مصطفى في وادي النيل بيجي يلعب الكورة لقدام ولكن بيرجعوها لحارس مرماهم كريم حسين. كريم بيطلع الكورة هناك وبتروح للحارس كريم مصطفى بيطلعها الباك محمد فرج عداها. محمد رمضان مشى الكورة وتطلع الكورة لقدام هناك بتروح عند الباك الشمال بتروح هناك عند سعد عند كريم بغدادي سندها لقدام هناك عند احمد عكاشه لكن هربت طولت راحت الكوره ضرب رمي التماس. النجم الكبير محمود صلاح نجم سيد رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزهراء القيمة والقامة المهندس عرفات أمين. تحياتنا لحضرتك شخصكم الكريم ويعني بنبارك له على الفوز بتاع امبارح. الزهراء على قوس قال لنا ان البنك الاهلي تقدم على اسوان. يبدو ان تميمة علاء عبد العال فكها خالد جلال اللي مش متواجد في المباراة اصلا لانه مصاب بكورونا. كابتن خالد جلال بنتمنى له الشفاء العاجل. في تغيير كده. دفع بحسام حسن. عصام محسن دفع بحسام حسن. اخيرا دكة الاقصر تحركت. دفع بحسام حسن تطلع الكرة رمي التماس لصالح نادي وادي النيل. والله لسه دافع بحسام حسن دلوقتي. دفع بحسام حسن حالا دلوقتي. ما كمل حسام حسن يا كابتن احمد. هنشوف بس كده عملوا التغيير. والله حسام حسن لسه نازل حالا. حسام حسن دفع بيه عصام محسن. في كارت اصفر وفي كارت اصفر في ايده ده رايح بيه. هنشوف بقى الكارت الاصفر اللي بيه كده. ده في كارت اصفر في ايده كمان. طلعوها على بره كده وهنشوف. تروح الكورة هناك عند نادي الأقصر الرياضي. احنا موجودين يعني بنتابع المباراة وبننقل لحضراتكم كل ما هو جديد هناك بشأن هذه المباراة التي أصبحت على صفيح ساخن. ضربة ركنية لصالح نادي الأقصر. تعبت على القائم الأولاني ولكن الأقصر بيضغط بكامل خطوطه. تعدي الكرة لقدام هناك. تلعب الكرة تطلع الكرة ضربة مرمى. يلا سيد مع الكورة. طلع ايوه واحدة بس. مصطفى التهامي بيقول
بنقول له احنا والله ان النتيجه هي تقدم فريق وادي النيل اصحاب الزي الازرق بهدفين مقابل هدف واحد، ونحن في الدقيقه 28 من شوط المباراة الثاني، والنتيجة هي تقدم فريق نادي الأقصر بتقدم فريق وادي النيل بهدفين مقابل هدف واحد في الدقيقة 29 من شوط المباراة الثاني. تقدم وادي النيل بهدفين وكده زاد هدف، تطلع الكرة ضربة ركنية. وادي النيل فريق الأقصر بيضغط من بداية شوط المباراة الثاني 30 دقيقة، هو ضاغط فريق الأقصر داخل صندوق فريق نادي وادي النيل. بتروح الكرة هناك عند فريق وادي النيل، عدت هربت طولت راحت لعبت هناك، ولكن مدافعين يعني عاوز اقول لكم ان السيد مصطفى وحذيفه اصحاب الكلمه العليا في اللقاء في هذا المباراه. عدت الكرة لقدام هناك، ولكن بيضغط الكرة بتروح عند رقم 20 أحمد عكاشة، هو اللي بيأدي الدور الدفاعي في تيم فريق نادي الأقصر. يعني مش عارف أقول لحضراتكم يعني كده. وما زلنا متواجدين مع حضراتكم، وأسوان هناك في رقم 12 بيجهز رقم 12 بيجهز جنبينا لفريق لا يا كابتن احمد السيد. عصام حسن هو اللي سايق، مش احنا. قدام هناك عدت الكرة هناك رقم 33 ولكن في ايد الحارس كريم، 33 ده اللي نزلوه في الشوط الثاني. ده محمد مصطفى، ده اللي نزلوه، محمد مصطفى اللي نزلوه. يعني التحرير ما زالت النتيجة تقدم أبو الريش، ما زال أبو الريش متقدم بهدف حتى الآن، ما زال أبو الريش متقدم بهدف حتى الآن، ما زال أبو الريش متقدم بهدف مقابل لا شيء، ما زال متقدم بهدف مقابل لا شيء. اتلعبت الكرة قدام هناك عند نادي وادي، عند نادي الأقصر، الكرة الأرضية هناك بتروح في إيد الحارس مروان، بتروح في إيد مروان ممدوح حارس مرمى نادي وادي النيل. عمار المحطاوي يعني بيقول لك التحرير بيستفسر عن التحرير الراجل، فاحنا بنقول له اخر الانباء التي وردت الينا بان التحرير متاخر بهدف من ابريل. حماده يعني كابتن نوري قال لك تلعب كوره هناك، مباريات بستة يعني اتلعبت الكرة هناك عند المدافع، عند الباك اليمين، خد الكرة وراه واداله كرت، هنشوف الكرت ده لمين، في كرت كده لادعاء محمد رمضان، بيدي كرت للاعب وادي النيل، ضربة حرة مباشرة قدامنا هنا. هنشوف ده عداها رقم 9 اللي لسه نازل، رقم 9 محمد عبده ده اللي لسه نازل واخد كرت، خد الكرت الاصفر. حماده يا اخي، ما الكوره بتاعتك يا اخي يا راجل ده. ضربة ركنية اتلعبت بسرعة كده قدام هناك، والتعادل، الأقصر يحرز التعادل، الأقصر يحرز التعادل، الأقصر بيحرز هدف التعادل. مين اللي حطه يا حاج رحمة؟ اللي حطه حسام؟ هو نزل مكان مين حسام؟ يعني حسام حسن بيكافئ، مدربه،
بيكافئ مدربه، ويعني بيكافئ مدربه يعني. وعايزين نشوف كده ايه اللي حصل في اللقطة اللي فاتت ديت يعني. تمام. 2-2 النتيجة، واحنا وصلنا للدقيقة 33. يعني ده نزل الجهاز الفني والإداري كده، نزل الجهاز الفني والإداري كده لنادي، يعني مش عارفين يعني في ايه بالظبط اللي حصل على الهدف اللي فات. يعني 2-2 النتيجة. تقدم للي داخل معانا لسه على البث المباشر، بنقول له بأن تقدمت وادي النيل بالهدف الأول عن طريق إسلام، عن طريق ياسين زكريا، أدركت تعزيز مصطفى عبد العاطي. بعديها تقدم نتعادل زياد سيد بيحط الهدف الأول. زياد سيد بيحط الهدف الأول. الهدف الأول. الهدف الثاني. الهدف الثاني. الهدف الثاني. الهدف الثاني بيحطه حسام حسن بعد نزوله في الدقيقة 30. في الدقيقة 30 يعني بيتعادل حسام حسن. ده الكورة اللي قدامه بيحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة لنادي الأقصر. كده ما تصلش كده ايه الماتش عاوزينه، اطلع لك اللعيبه ونمشي كده ايه. لا 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 كده ايه المباراة اتكهربت بدون داعي، يعني المباراة اتكهربت بدون داعي، يعني ضربة. خلاص يا ريس خلاص ما عرفتش يا جماعه. يعني سلوك طيب من الكابتن حازم عبد الله بصراحة، المدير الفني لنادي المدير الفني لعبت الكرة قدام بتطلع ضربة مرمى. يعني شكرا وتقديرا واحتراما للكابتن حازم عبد الله صراحة، المدير الفني لنادي وادي النيل. الراجل طلع في المدرجات، طلع المقصورة الرئيسية كده وبيطيب خاطر كابتن أسامة عبد الراضي. حقيقة يعني حاجة، يعني لقطة جميلة للكابتن حازم زي ما انتم شايفينه. يعني الراجل طلع، كابتن حازم عبد الله النجم الكبير، نجم أسوان الكبير، طلع وطيب خاطر كده الكابتن أسامة عبد الراضي. بصراحة يعني ان هو يترك الجهاز الفني ويطلع، دي حاجة كويسة بصراحة الراجل. ولكن استاذ محمود علي هنقول لكم بعد تابعوا يعني. لكن ما زالت النتيجة حتى الآن هي التعادل الإيجابي 2-2 هنا في ملعب الحصاية ما بين أصحاب الزي الأزرق وأصحاب الزي يعني نبيتي، فريق الأقصر وفريق وادي النيل. 2-2 تروح الكرة لقدام هناك، ولكن من القلب بيطلعوها. كريم بغدادي مؤمن بيلعب الكرة هناك، ولكن سيد مصطفى بيطلع الكرة هناك. لاعب فريق وادي النيل. بتروح الكرة عند رقم 7 محمد فرج، بيسندها عند حسام حسن، عملها بالكعب كده لمؤمن ربيع. تاخدت منه هناك وتطلع الكرة. رمية تماس على الأقصر.
نجم محمود النحاس النجم الكبير المدرب إداري فريق نادي التعدين على الهواء مباشرة معنا. نجم الأقصر الكبير على الهواء مباشرة النجم الكبير أهلا ومرحبا. بتروح الكرة هناك لقدام هناك عند هناك تتشاطر تتشاطر الكرة تطلع الكرة ضربة. أعتقد في تغيير هيتم ولا إيه هنشوف. مؤيد لكلامك كابتن احمد سيد النجم الكبير الاعلامي الكبير معانا يعني بصراحه. ضربه ركنيه لصالح وادي النيل. ضربه ركنيه لصالح وادي النيل. ضربه ركنيه لصالح وادي النيل بيلعبها كابتن الفريق وتطلع الكره بيطلعوها من القلب نادي الاقصر لكن مؤمن بيردها تعدي الكره قدام هناك عند كريم وعملها للزياد هتعدي ولا هتفوت ولكن بيتالق حارس المرمى. بيتالق مروان ممدوح. بيتالق مروان ممدوح في اللقطه اللي فاتت وبيأدي دور الليبرو. بتطلع الكره رمي التماس لصالح فريق رمي التماس لصالح فريق وادي النيل. تعدي الكرة قدام هناك لصالح وادي النيل بيسندوها الناحية الثانية عند رقم 15 لكن مدافعين فريق الأقصر. تعدي الكرة لقدام لسه الأماني ممكنة. حسام حسن سندها الناحية الثانية 22 زياد وحسام ولكن أبدا اتعمل الون ولكن السري ما اتعملش. بتروح الكرة حازم عبد الدايم بنقول له النتيجة 2-2 وهجمه هنا والثانيه هناك والمباراه كهرباء. تروح الكره لقدام ولكن تألق لحارس المرمى مروان ممدوح بيرتدي قفاز الاجاده على طريقه الحراس الكبار. مروان ممدوح بيرتدي قفاز الاجاده في اللقطه اللي فاتت على طريقه الايكر كاسياس على طريقه بوفون على طريقه عصام الحضري على طريقه وحش افريقيا الشناوي ويطلع الكره لضربه ركنيه. مروان ممدوح بيرتدي قفاز الإجادة في اللقطة اللي فاتت. بتروح كرة واحدة هل تكون القاضية ولكن لسه تلعب الكرة هناك لقدام ولكن بتروح الكرة هناك أبدا. زياد بتطلع الكرة زياد سيد بيطلع الكرة تطلع وبيضيع الكرة اللي فاتت. الأقصر ضاغط في الدقيقتين اللي فاتوا دولت يعني ضاغط في الدقيقتين اللي فاتوا ما شفناش الحارس مروان ممدوح الا في كريم حسين الا في كورتين بس كده اللي شفناهم فيهم ولكن الأقصر من بداية شوط المباراة الثاني هو اللي ماسك كل الكور. بتروح الكرة في ايد الحارس مروان ممدوح. ووصلنا للدقيقة 41 من شوط المباراة الثاني والنتيجة 2-2. الأقصر كان متأخر بهدفين ولكن عادوا من بعيد عن طريق أبناء مدينة الطود بيعود بزياد وبيعود بحسام حسن. عصام حسن عمل تغيير حسام وحسام نزل كفؤه وسجل الهدف. وتروح الكرة هناك عند نادي الأقصر ضربة حرة مباشرة بيرجع الكرة محمد رمضان. طاقم تحكيم من منطقة سوهاج لكرة القدم كابتن محمد رمضان. أسوان متأخر بهدفين من البنك الأهلي أسوان. ميشيل نشأت بيطمن كده حكم اللقاء محمد رمضان بيطلع في تغيير 17 طالع نازل 17 وخروج ل 24 نزول ل 17 هنجيب لكم اسمه حالا دلوقتي. رقم 17 محمد عامر مكان رقم 24 اللي طلع تقريبا رقم 21 مصطفى عبد العال.
بينزل محمد عامر. محمد عامر رقم 17 مكان 21. محمد عامر بينزل مكان ده مايكل. حبيبي الغالي يا مايكل. المنتخب يعني نادي الاقصر الرياض لعبت الكرة قدام هناك، ولكن بتطلع الكرة بيطلعوها. يعني نادي الاقصر امتلك الكرة في شوط المباراة الثاني كاملة باستثناء بعض الهجمات اللي يعني على استحياء كده من نادي وادي النيل في شوط المباراة الثاني. لعبت الكرة هناك ولكن تلعب بدون شوط في الكرة هناك، تطلع الكرة هناك، بتروح الكرة هناك. كريم بغدادي. كريم بغدادي سندها الناحية الثانية. ماشيين معاكم احنا يعني على قدر المستطاع. بتروح الكرة لقدام هناك، ولكن بتروح في مدافعين وادي النيل. مدافعين وادي النيل رقم 33 ده احمد البس، خد الكرة على صدره ورجعها لقدام. اخر الانباء اللي قالت لنا برضو ان ابو الريش متقدم بهدف حتى الان، ويعني لسه لم نوافق حتى الان. بتروح الكرة هناك في ايد الحارس كريم حسين بيتألق. عاد التحرير. الحمد لله على السلامة يا كابتن عادل. الحمد لله على السلامة يا كابتن عادل الدمرداش دخل معانا على الهواء مباشرة. والتحرير بيتعادل الآن. التحرير بيتعادل الآن مع بيتعادل مع أبو الريش. التحرير بيتعادل الآن مع أبو الريش. التعادل 1-1 هناك. 1-1 التعادل ما بين أبو الريش والتحرير. يعني بنتابع لكم. شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن عادل الدمرداش اللي دخل معنا على الهواء مباشرة. فينك يا راجل من أول على طريقة الكابتن محمود بكر اللي اللي قاعد في البلكونة وبيشرب سيجارة. بنقول له دلوقتي أن النتيجة هنا التعادل 1-1، وهناك النتيجة هناك اتلعبت الكرة هناك في يد الحارس. اتلعبت الكرة اللي هناك عند رقم 8 علي حفظي، سندها لإبراهيم رمضان. إبراهيم رمضان ضربة حرة مباشرة. رقم 19 دفع بإبراهيم رمضان. نجم إبراهيم رمضان دفع به أيضا كابتن عصام حسن. تعدت الكرة قدام عند حسام حسن، ولكن ما راحتلوش الكرة، بالعكس كده خد الكرة هناك لفريق نادي الأقصر هناك، ولكن بتعدي الكرة أحمد البس وبتطلع الكرة ضربة ركنية لصالح نادي وادي النيل. زي ما بنتابع مع حضراتكم مباراة التحرير أيضا هناك التعادل، وهنا التعادل لسه هنشوف ماذا ستسفر عنه. وصلنا للدقيقة 46 من شوط المباراة. لعبت الكرة هناك ولكن بتروح في ايد الحارس، ولكن بتطلع الكرة ضربة مرمى. المساعد عبد الله اسماعيل ادى ضربة مرمى. تعادل. حازم عبد الله بيقول لهم تعادل، اللي بيقول لهم يعني الاوفسايد، يعني بيدفع كده، بتلعب الكوره قدام هناك. التعادل 1-1 في التحرير، والتعادل 1 هنا في مركز شباب الحصايا الأقصر ووادي النيل. 1-1 النتيجة، 2-2 النتيجة هنا، 1-1 هناك. بنتابع مع حضراتكم. بتروح الكورة هناك لقدام، ولكن بتتقطع الكورة وبتطلع رمية ما طلعتش لسه. تخبط الكورة هناك وبتطلع قدامنا هنا عند لاعب فريق نادي الأقصر الرياضي. سندوها لقدامنا إبراهيم رمضان حسام حسن. إبراهيم رمضان لحسام حسن، بتروح لحارس المرمى بيحضن عليها وبتطلع الكورة ضربة مرمى. بتطلع الكرة هناك. ما زالت النتيجة هي الآن التعادل بدون أهداف بين الفريقين. بتروح الكرة لكريم حسين.
من المباراة على تقف على أطراف أصابعها سيداتي وسادتي هنا في ملعب وادي النيل، وبتروح التحرير يسجل الهدف الثاني الآن. التحرير يسجل الهدف الثاني الآن. الهدف الثاني الآن التحرير. الآن هدف قتل المباراة، هدف قتل المباراة، هدف قتل المباراة. يعني بيسجل وادي النيل الآن هدف قتل المباراة. وادي النيل بيسجل هدف قتل المباراة الآن، الهدف الثالث. مين اللي جابه؟ مين اللي جابه؟ الصغير. مين اللي جابه؟ الصغير اللي جابه؟ صغير. اسمه ايه؟ الهدف الثالث لصالح نادي، الهدف الثالث لصالح وادي النيل، هدف قتل المباراة، هدف قتل المباراة. بيسجل الآن في الدقيقة الأخيرة، في الدقيقة 48، في الدقيقة 48 تروح الكرة لقدام ولكن بتطلع الكرة هناك. هدف قتل المباراة، هدف قتل المباراة، بتطلع الكرة هناك. هدف قتل المباراة، هدف قتل المباراة، هدف قتل المباراة. يعني حط في الدقيقة 48، يعني الأقصر تبحث عن هدف الفوز، دخل فيها هدف في الدقيقة 48، في الدقيقة 48 لشوط المباراة. وصلنا للدقيقة 50، وصلنا للدقيقة 50 من المباراة الآن، وأصبحت النتيجة تقدم لوادي النيل ب3 أهداف مقابل هدف. تروح الكرة لحسام حسن، سندها بدون شكل إبراهيم رمضان، بيطلع الكرة، تطلع الكرة بدون شكل بدون عنوان. يعني نتيجة على غير المتوقع تماما. يعني التحرير بيعمل ريمونتادا هناك وبيعود للمباراة. التحرير بيعود، وبالفعل سيداتي آنساتي سادتي، يعني عاوز اجيب لكم بس اللقطة ديت، يعني تعانق، يعني ديت التعانق هناك. يعني هحاول كده ان انا هاخد كابتن حازم عبد الله، يعني هحاول ان انا هاخد كابتن حازم عبد الله كده، المدير الفني لفريق نادي كابتن حازم، كابتن حازم. يعني هحاول يعني زي ما متابعينا عبر البث المباشر، يعني هنا هذه المباراة، يعني زي ما قلنا لحضراتكم مباراة يعني تغيرت في دقائق وراحت وجت، ولكن في النهاية المباراة كانت ليها فلسفتها في النهاية. هحاول كده ان شاء الله هاخد الكابتن حازم عبد الله، المدير الفني لفريق نادي، المدير الفني لفريق الريمونتادا هناك. التحرير بيعود بريمونتادا تاريخية، التحرير بعد ان كان مهزوم، يعني في النهاية التحرير بيعود مرة اخرى للمباراة وبيفوز التحرير. وهنا الأقصر يعني بيخسر ب3 أهداف، بيخسر ب3 أهداف من وادي النيل في الدقيقة الأخيرة من المباراة، في الدقيقة الأخيرة من المباراة. هشوف هاخد كده كابتن حازم مع عبد الله. 2-1 التحرير، 2-1 التحرير فايز 2-1 زي ما قلنا لحضراتكم. انا هحاول ان انا باذن الله هاخد كابتن حازم عبد الله كده وناخد لكم بس اللقطتين دولت من داخل ارضيه الملعب للفريق وهو كده. يعني كابتن حازم عبد الله بياخدوا اللقطات ديت
يعني بياخدوا هذه اللقطات، بياخدوا هذه يعني دي اللقطات. يعني هحاول كده ان انا زي ما قلت لحضراتكم كابتن حازم عبد الله المدير الفني لفريق نادي على الهواء مباشرة. ما زلنا متواجدين مع حضراتكم في هذه التغطية التي ننقلها لحضراتكم من داخل أسوان. هاخد كده النجم الكبير كابتن حازم عبد الله إن شاء الله. إن شاء الله لمتتبعين عبر البث المباشر، أتمنى أن أكون قد وفقت متتبعين عبر البث المباشر. أتمنى أن أكون قد وفقت معكم في هذا اللقاء، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله. انتظروني يوم السبت القادم من ملعب المدينة الشبابية في مباراة نادي المدينة، ويوم الأحد مباراة الزهراء مع الأقصر في ملعب المدينة الشبابية. تحياتي عمرو الصاوي، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.